كوني اكيده وليداتك غادي يحماقوا على هاد الكوكيز هذا وغادي يهنيكم حتى من السقاطه اللي كتشريوها من على برا. كيجي مقرمش رائع لذيذ بزاف بالشوفان والزرارع، كيجي خطير، غادي ينفعكم في الفطور وايضا في الكوتي ديال المدرسه. تبعوا معايا الطريقه راه كيف ما عودتكم سهله وبسيطه. غادي نحتاج 100 غرام ديال الزبده تكون بدرجه حراره المطبخ، 4 كاس ديال السكر يكون وافي واحد شويه كيف ما كتلاحظوا معايا. كنضيف ايضا واحد الكيس ديال السكر بالنكهه ديال الفاني. اول حاجه كنديرها كنخدم هذيك الزبده مع السكر مزيان حتى كنحصل عليهم ولاو على شكل بوماد، يعني كنمزجهم مزيان. من بعد كنضيف واحد الحبه وحده ديال البيض وغادي نعاود نمزج هاد المكونات مع بعضياتهم. بالنسبه للزبده اما كتستعملوا زبده حيوانيه او زبده خاصه بالحلويات، يعني اللي كان متوفر عندكم. اهم حاجه انها تكون بدرجه حراره المطبخ. هنايا كنضيف كاس ونص ديال الدقيق الابيض اللي يكون مغربل من قبل مع خماره وحده ديال الحلوه من فئه 8 غرام. غادي نمزج هاد المكونات حتى كنحصل على واحد العجين اللي كتكون لينه بهذا الشكل هذا. ما تخافوش من القوام ديال العجين، راه مازال غادي نضيفوا مكونات وحدين اخرين وهما اللي غيجمعوها لينا. هنايا كنضيف كاس وكاس لاروب ديال الشوفان، شويه ديال الزريعه د القرعه والزريعه ديال نوار الشمس، الكركاع اللي مقطع صغير وحبيبات ديال الشوكولاته، وكنضيف ايضا الزبيب اللي مقطع صغير، شويه ديال الملحه. بالنسبه للمكسرات والزرارع تقدروا تضيفوا اللي كان متوفر عندكم، اللي ما متوفرش عندكم تقدروا تستغناو عليها. صافي كنبدا كنجمع العجين كيف ما كتلاحظوا معايا. استعملت اليدين ديالي باش هكا ما كتبقاش مشتته، غير شويه كتبان لكم بانها بدات كتجمع وبدات كتقبض في راسها. صافي شوفوا معايا ما شاء الله الشكل ديالها كيفاش داير. خديت هنايا هاد الملعقه ديال الكلاص باش كيجيوني دوك الحبات ديال الكوكيز قد دونك كناخذ بها العبارات. كنبدا كنحطها غير كنعمرها تكون ممسوحه وكنحط في اللاطه اللي فرشت ليها ورق الطهي. كنستمر بهذه الطريقه هذه حتى نسالي الكميه اللي عندي كامله. صافي من بعد كندهن اليدين ديالي بشويه ديال الزيت وكنرجع نشكل الكوكيز ديالي مزيان. صافي هنا كناخذ هكا ديك الحبه ديال الكوكيز، كنحاول انني نبسطها ونقادها مزيان ومن بعد كنحطها في الطاوه اللي غادي تدخل الفران. هنايا كيف ما كتلاحظوا معايا اما كتفرشوا ورق الطهي او كدهنوها بالزيت، يعني ضروري تدهنوها بالزيت مزيان الا ما كانش متوفر عندكم ورق الطهي. والكوكيز ديالكم ضروري تبسطوه لان دايرين فيه خماره وحده كامله ديال الحلوه فيها 8 غرام، وبالتالي باش ما يجيناش منفوخ اكثر من القياس حاولوا انكم تبسطوه. شوفوا معايا القياس ديال الحبات ديال الكوكيز قداش. صافي هنا غادي نضيف واحد الحبيبات ديال الشوكولاته هكا من الفوق باش كيعطيونا داك الشكل ديال الكوكيز يكون زوين. الفران في هذا الاثناء كيكون كيسخن على 180 درجه، النار من الاعلى ومن الاسفل دفعه واحده. كندخلو كيطيب وكيكون هذا هو الشكل ديالو. بعد ما كنخرجوه تقريبا كياخذ ما بين 20 دقيقه ونص ساعه ديال الطياب. البنات اللي ما عندهمش فرن كهربائي عندهم فرن غازي فيشعلوا غير من الاسفل. الفران دائما يكون سخون من قبل، النار مهيله حتى يبان لكم تحمر من الاسفل، عاد كتهبطوا باش كيكمل التحمار ديالو كيتحمر ايضا من الاعلى. كياخذ واحد اللوينه رائع بزاف، كيجي مقرمش ولذيذ. وليداتكم غادي يحماقوا عليه. جربوا. الى اللقاء.